وإذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأتما وعويل. وإذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأتما وعويل. والله ما هي مشكلة أنك تخسر كرة قدم، ولا هي مشكلة أنك تخسر مباراة، ولا هي مشكلة أنك تخسر مقابلة مع فريق ما. المشكلة أن تخسر أخلاقك، أن تخسر سمعتك، أن تفضح بلدك أمام الناس وتبين للناس أخلاقك. ما هذا يا إخواننا في الجزائر؟ ماذا فعلتم وماذا دهاكم؟ صحيح كنتم تحت الصفر وكان مستواكم يعني ولا كأنكم بتلعبوا في حارة. يعني مستواكم كنتم تستاهلون الهزيمة ب6-0، ثم تطلعوا وتكسروا وتقولوا حكام وما حكام. أصلا لا يتحجج ويبحث عن تبريرات إلا المنتخب الذي يقدم مستوى. يعني منتخب هاجم وتكتك وعمل وهجم وتوغل وقدم مستوى عالي، وشوية بعدين انهزم، نقول تقدر تتحججوا. أما أنت حتى عندما كان لاعبوكم يستلموا الكرة كانوا يعطوها للنيجيريين. شوفوهم يمكن يطلعوا أبناء الحركة، أبناء الذين. يعني أنت لم تقدم شيء وتطلع تقول لي الحكام وارتشوهم وفلوس وما أدري ما، وتسب الناس وتهاجم على الصحفيين المغاربة وتهجم على النيجيريين وتخرجوا. يا أخي ما أدري، سبحان الله يا أخي، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ما عندكمش حكمة. يعني أنت مهزوم مروح، بدل ما تخرج وتغادر المغرب بريح طيبة، غادرتها بريح من حق بوتفليقة. اعملها وين حبيت. لا إله إلا الله. لماذا هذا التشويه؟ ماذا غيرتم؟ انهزمتم رياضيا وانهزمتم أخلاقيا، وعكستم صورة. حتى هذه جماعة الذي كانوا من المغاربة يقولوا خاوة وإخواننا الجزائريين، إذا عاد كان باقي شوية 10 مغاربة يعني يفكرون أنكم إخوانهم، كرهتهم في شيء اسمه جزائر. أنا أعتقد أنه كل واحد سيلقى جزاء ممن مارسوا التخريب والتكسير والاعتداء على رجال الأمن وعلى الصحفيين. لكن هناك شخص يا أخواننا في المغرب لابد أن ترفع به دعوة، لأنه أول واحد حرض أثناء المباراة، وهو حفيظ دراجي. حفيظ دراجي أكيد كانوا يسمعوه وهو بيعلق وهو قد بيعطيهم هذه التلميحات. الحكم رغم أن الحكم كان معهم، لولا الحكم لكانت 6 أصلا. حفيظ دراجي هذا لابد أن تقدم فيه شكوى. رجل حاقد ويستغل التعليق ويستغل قناة بي إن سبورت للتحريض على الهواء مباشرة. حتى خرجوا في فرنسا وخرجوا في أماكن أخرى كانوا يستمعوا إلى تعليقه، وهذه كارثة. عموما ألف مبروك. 1 2 3 فيف نيجيري. 1 2 3 فيف نيجيري. أختمها لكم بضحكة سيكوكو. لحظة. Monsieur, si l'Algérie joue avec Walou, je vais supporter Walou. قتلتنا بالضحك سيكوكو. يلا يا اخواننا في الجزائر، الله يحسن عوانكم، بس الله يحسن عوانكم والله العظيم. يعني تجلبون لأنفسكم المتاعب بهذا الشكل. نسأل الله السلامة والعافية. أتمنى من المنتخب المغربي ينتقم لإخواننا في الجزائر من نيجيريا، وإن شاء الله المغرب ستفوز على نيجيريا بإذن الله. السؤال هو أخي الجزائري المحترم، من ستشجع؟ الجزائر أخي الجزائري، من ستشجع؟ نيجيريا التي هزمتك أم المغرب؟ قولوا لي من ستشجعوا أمانة بالله. أما عقدة مراكش والله ستلاحقكم إلى أن تموتوا.
عندكم عقدة تاريخية من الكتبية ومن مراكش ومن تاريخ مراكش، زادت عمدتها حتى عقدة رياضية. بقي إعلان مهم جدا، والحاضر منكم يعلم الغائب. اليوم 11 يناير، الأحد، الساعة 6 بتوقيت لندن، 7 بتوقيت مراكش. 7 بتوقيت مراكش، 7 بتوقيت مراكش، 6 بتوقيتي. الأحد 11 يناير سيكون لايف تحليلي لماذا هذا الانهيار للمنتخب الجزائري بهذا الشكل. والله أنه بحاجة إلى نقاش يا أخوان. اليوم ما عاد فيش، أنا كملت لايف في اليوتيوب، ما عاد فيش عندي وقت للتكتكة. فغدا إن شاء الله سيكون هذا موضوعي، والدعوة عامة لإخواني الجزائريين العقلاء الذي ممكن يفسروا لنا ما الذي حصل. هل هو عبد الواحد؟ هل الراقي ما عملش رقية؟ هل هو سحر أسود؟ أكلوكم شيء؟ لأنه كان الفريق يا أخواني الكرام والو يعني لو الأمانة أنا قلت لكم، لو لعبت أنا والشيخ الفزازي وعبد الواحد والدكتور المنار السليمي ومجموعة الدكتور المنار السليمي هؤلاء الدكاترة الجامعة، لو لعبنا قدام نيجيريا يمكن إن إحنا أقل شيء خرجنا ب1-0، مش نهزم نيجيريا. فبالتالي هذا خاضع للنقاش، لأنه في شيء يا أخوان. هل هو الكبر؟ هل هو الغرور؟ هل هي دعوات ذلك ديال الكونغو اللي قهروه مسكين، أم أنها دعوات المغاربة خرجت فيهم؟ في شيء إلهي في الموضوع حقيقة، في شيء روحي، لأنه ما ناقصهم شيء في اللياقة البدنية. لا تصدقوا حق الدراج يقول تعبانين من المباراة السابقة، لا مش تعبان، يعني في شيء خطير. فبالتالي الساعة 7 إن شاء الله نفتح هذا الملف ونشبعه بحثا. 6 بتوقيتي، 7 بتوقيت مراكش. العقدة الأبدية للقوة الضاربة على رأسها والمضروبة على رأسها. 11 يناير الأحد. إلى اللقاء، أراكم على الموعد.